رجعنا تاني في تاني حلقات رحلة سلام. الجلسة دي لو انت ركزت معايا وخليت تركيزك بالكامل معايا، اوعدك ان شاء الله تكون مختلفة وتغير شيء في طريقة تفكيرك او في حياتك. وعلشان كده انا يهمني في بداية الحلقة انك تسيب اي حاجة بتعملها وتديني انتباهك التام، لانه انا دلوقتي هخاطب عقلك الباطن. يعني النهاردة انا مهمتي في الحلقة دي او في الجلسة دي اني اتكلم معاك وانت ذهنك فاضي تماما عشان تقدر تتقبل وتفهم اللي انا هقوله لك. النهاردة هكلمك عن الصوت اللي بيكلمك. انا عايزك تركز في الصوت اللي بتسمعه في كل تفاصيله، بس مش صوتي انا، الصوت اللي جواك بيكلمك زي ما انا بكلمك دلوقتي بالظبط. الصوت اللي دايما مصاحبك في الدنيا، الصوت اللي بيهمس في ودنك زي ما انا بكلمك دلوقتي وبيقولك تعمل ايه وما تعملش ايه، اللي بيقولك مين صاحبك وحبيبك ومين مهما عمل هتفضل ما بتحبوش او بتكرهه. لو ركزت في الصوت هتعرف انه اكتر صوت سمعته في حياتك، اكتر صوت بيجي على ودنك، الصوت ده متحكم فيك بصورة كبيرة جدا. الصوت ده هو صوت نفسك. الصوت ده بتسمعه وقت ما تكون بتختار، بيوجه اختياراتك، تختار ده ولا تختار ده، تقعد في المكان ده ولا تسيب المكان وتقوم وتمشي، تصاحب فلان او فلان ده ما ينفعش يبقى صاحبي، تعمل حاجة صح او تعمل حاجة غلط. الصوت ده هو اللي بيكون معاك وقت اختيارك لأي أمر في حياتك. وعشان تتحكم في اختياراتك انت لازم تتحكم في الصوت اللي بيكلمك وتعرف تفرق ما بين اختيارك انت وطلبات وأوامر الصوت الداخلي اللي بيكلمك، ومن خلالها انت بتنفذ أمور كتيرة جدا. لو سيطرت على الصوت اللي بيتكلم معاك ودايما يعرض عليك اختيار من الاختيارات اللي بتتعرض في حياتك، فأنا أقدر أوعدك إنه من النهاردة هتتغير اختياراتك إلى الأفضل لآخر حياتك. وسيطرتك في المنطقة دي هتيجي بأمر واحد بس، هو موضوع حلقتنا النهاردة، وهو عقلك الباطن. الحلقة دي هنتكلم فيها عن عقلك الباطن وحديثك الداخلي مع نفسك، ازاي بيأثر عليك، ازاي ممكن يشقلب لك حياتك رأسا على عقب، ازاي ممكن انك لو فهمت حديثك الداخلي وقدرت تسيطر عليه تغير اختياراتك في الحياة، وتعرف امتى الطلب اللي بتطلبه نفسك او امتى الحديث الداخلي بيوصلك لطريق مسدود غلط انك تروح فيه، وانك تعرف في اللحظة دي تختار صح. مش هتقل اكتر من كده، هناخد فاصل، ولكن انبه انه اللي عايز يتواصل معانا هيبقى فيه فترة للتواصل بعد ما ندخل في موضوع الحلقة. الرقم بتاعنا 38835316. اللي عايز يتواصل معانا هندخل ناخد فاصل وبعد كده نبدأ في موضوع الحلقة، العقل الباطن. النهارده احنا اتفقنا ان انت سايب كل حاجة، اتفقنا ان احنا مركزين جدا في الجلسة اللي احنا قاعدينها دي، وعلى مدى تركيزك هيكون التأثير اللي ممكن يحصل عليك. الحلقة دي بخصوص العقل الباطن. العقل الباطن علشان نشرح سريعا كده وببساطة ايه الموضوع. علماء النفس والاجتماع وصلوا
بعد سنين من البحث إلى إنه عقل الإنسان أو العقل البشري منقسم ل3 أجزاء. جزء اسمه عقل واعي، وجزء اسمه عقل غير واعي، وجزء اسمه عقل باطن. وتسهيلا العقل الغير واعي والعقل الباطن هيتسمى العقل الباطن، اللي هما الاتنين قريبين جدا من بعض، فنعتبرهم جزئين، عقل واعي وعقل غير واعي. ومن اسمائهم كده، لو قلت لك العقل الواعي هو المسؤول عن ايه، هو المسؤول عن الافعال اللي انت عارفها، اللي انت بتاخد بالك منها. لو حد سألك قال لك انت هتعمل ايه، تقول له انا رايح كذا وجاي من كذا، الحاجات اللي بتختارها بعقلك. اما العقل الباطن فهو مسؤول عن الافعال البديهية اللي انت ما بتبذلش فيها مجهود او ما بتفكرش فيها اصلا. وعلى سبيل المثال التنفس، لو قلت لك هل انت بتفكر تتنفس؟ لا، هو انت بتنفس بداهة بالعقل الباطن، هو اللي بيدي الاوردرات التلقائية بتاعت جسمك. ده على سبيل المثال. فإذا كان العقل الواعي مسؤول عن أفعالك المدركة وعقلك الباطن مسؤول عن أفعالك الغير مدركة، فتعال نقسم تقسيمة لطيفة كده، تقول لي أنت من وجهة نظرك كم في المية متحكم في يومك، يعني كم في المية أفعال عقلك الواعي وكم في المية أفعال عقلك الباطن؟ نقول 50 و50 مثلا، نقول العقل الواعي 70% والعقل الباطن 30%. طيب أنا عايزك تخمن، وأنا هقول لك إنه كتير من الناس ما بياخدوش بالهم من إنه فيه يعني حاجة لا تتخيلها، إنه العقل الباطن يتحكم في 95% من أفعال يومك. وإن كنت متخيل إن أنا إيه ده، أنا في حاجات كتير قوي بعملها ببقى بعقلي الواعي، لكن أنت مش واخد بالك إنه عقلك الباطن مسيطر على معظم أفعال يومك، حرفيا معظم أفعال يومك. وهديك مثال بسيط جدا وعايزك تركز معايا قوي. لو جبت لك ورقة وقلم وقلت لك اكتب اسمك، فمسكت القلم وبدأت تكتب اسمك، هذا الفعل تعتقد انه بعقلك الباطن ولا بعقلك الواعي؟ الطبيعي انه بعقلك الواعي، لانك انت بتكتب اسمك اللي انت اخترت انك تكتبه. لكن الحقيقي انه انت بتكتب اسمك بعقلك الباطن، اللي مسجل طريقة مسكك للقلم ومسجل طريقة رسمك لاسمك. ولو عايز تعرف إذا كنت تقدر تعمل ده أو لأ، هات طفل صغير ما يعرفش يمسك قلم أو يكتب اسمه وقول له اكتب اسمك، هتلاقيه ماسك القلم بطريقة مش مظبوطة ومش عارف يكتب اسمه، وهنقعد ندربه كتير قوي عشان يعرف يكتب اسمه. وعلى هذا أفعال كتير في يومك بتتخيل إن هي نتاج العقل الواعي، ولكن هي الحقيقة بتاعتها إنها من العقل الباطن. طيب أنا عايزك تفهم إيه هو العقل الباطن وبيعمل إيه. العقل الباطن ده هو المسؤول عن المخزن بتاع الذكريات الخاصة بكل حياتك. فإن كنا ليك مثلا ذكريات من أول يوم ولادتك، فهي مخزنة في فايل محطوط كده في وسط فايلات كتير، ملفات كتيرة جدا متخزنة في علبة سودة مقفولة، محدش يقدر يفتحها ولا يقرب ناحيتها. العقل الباطن هو المتحكم في الملفات دي. الملفات دي محطوطة في عقلك، واللي هيصدمك ان انت كل حدث حصل من اول ما كان عمرك ساعة لغاية النهاردة هو متسجل في عقلك الباطن. ممكن تتخيل تقولي لا، هو انا ما بفتكرش كل حاجة، انا في حاجات بفتكرها وفي حاجات ما بفتكرهاش. اقول لك انه تذكرك موضوع تاني خالص، تذكرك من عدمه موضوع تاني خالص. لكن كل امر حدث في حياتك موجود في عقلك الباطن، ولكن يمكن انت لو اجتهدت هتقدر تفتكر اكتر. فاعتمادك على انك تفتكر او تجيب الملف من الخزنة اللي موجودة دي تعتمد على كفاءتك في التذكر. وفي ناس كفاءتهم اعلى من ناس، وفي ناس كفاءتهم اقل من ناس، ولكن الملف موجود. وعشان كده تلاقي انه في حدث حصل وانت طفل صغير، لما اتخبطت وقعت مش عارف اتعورت، لما باباك زعق لك ولا مش عارف ايه، حدث يمكن عدى عليه اكتر من زمن طويل ولكنك فاكره.
ليه فاكره؟ هو كل الاحداث انت فاكرها، او كل الاحداث موجوده، لكن ده تم استدعائه اكتر من مره في ذاكرتك، فبقيت فاكره بطريقه اكتر شويه، وعشان كده بدأ يبقى ايه، ملف سهل ان هو يحضر. العقل الباطن ليه احنا بنشاور عليه وبنتكلم عليه النهارده بالذات؟ لانه العقل الباطن زي ما هو يحتوي على افكار، زي ما هو يحتوي على ملفات الذكريات بتاعتك كلها، فهو يحتوي على افكارك اللي مجمعها تجاه كل شيء بتقابله في حياتك. افكارك تجاه كل حاجه، افكارك تجاه اللون الاسود، اللون الازرق، اللون الاخضر، افكارك تجاه الشمس والقمر، افكارك تجاه اصحابك، افكارك تجاه الاهل، افكارك تجاه كل شيء متخزن. زي ما في ذكريات مخزنه، في معتقدات مخزنه. المعتقدات دي مع الافكار مع الذكريات بيكونوا شكل وبيكونوا خزنه. الخزنه دي هي المسؤوله عن انها تطلع لك معتقد انت بتمشي عليه في حياتك دون ان تدري، وبتختار بناء عليه من العقل الباطن دون ان تدري انه الاختيار ده مبني على امور سابقه في حياتك موجوده في العقل الباطن. شويه المعلومات دول خزنهم لغايه لما ارجع لك تاني بعد الفاصل. اهلا وسهلا، رجعنا تاني في رحله سلام. وانا كنت سايبك في لحظه، يعني وقت كده الاستجماع كده الكلام والمعلومات اللي احنا قلناها، عشان ننتقل للمرحله او المنطقه اللي بعد كده، وهي المرحله انا بدي يعني ملخص بسيط جدا عن كل حاجه، يعني مفترض ان احنا نعمل فيها حلقات وحلقات، لكن احنا حلقتنا النهارده كانت عن العقل الباطن وناتج العقل الباطن. واللي هنتكلم فيه دلوقتي هو ما يخرج من العقل الباطن وتستخدمه النفس. والنفس هو الصوت اللي اتكلمنا عليه في بداية الحلقة. صوتك انت، صوتك اللي انت متعود عليه. هو على فكرة مش صوتك، هو صوت نفسك، وفي فرق كبير بين صوتك وصوت نفسك، ولكن هو الصوت شبيه لصوتك، فانت بتحس ان انت بتكلم نفسك، اللي هو نفسك غيرك. ويعني ايه نفسك غيرك؟ يعني عايز اقولك انه انت بتعوز حاجات ونفسك بتعوز حاجات. هتقولي ازاي؟ هقولك انه تعريف او تسهيلا، اعتبر ان نفسك دي انت بس وانت طفل صغير، انت وانت بدون اي قيود. وانت طفل صغير كنت عامل ازاي؟ الطفل من مواصفات الطفل انه دايما احتياجه سريع. عايز، انا عايز اكل، انا عايز اشرب، انا عايز شوكولاته، انا عايز بونبونايه، انا مش عارف ايه. واللي هو عايزه هو اهم حاجه عنده دلوقتي. هو ده التعريف البسيط للنفس. وعشان اكتر تفهم النفس دي، يعني ايه الفرق بينها وبينك، او النفس بتتعامل معاك ازاي، هعتبر ان النفس دي هي انت بدون اي قيود او بدون اي انضباط في الطلبات. وكأنه في انت بس بتطلب على طول. انا عايز ايه اللي هيبسطني دلوقتي؟ هيبسطني دلوقتي اني اخرج، انا عايز اخرج. هيبسطني دلوقتي اني مثلا اسافر، انا عايز اسافر. هيبسطني دلوقتي ان دون اي قيود. طب يا ابن الحلال، احنا مش معناش فلوس نسافر. لا انا ماليش دعوه، انا عايز اسافر. طب يا حبيبي، الام تتكلم ابنها، حبيبي انا يعني مش هينفع اجيب لك حلويات دلوقتي لانه هيجي لك تسوس او مش عارف ايه. فيقول لمامته لا انا معلش انا عايز شوكولاته. هي دي النفس. النفس بتعوز دون قيود. واللي يهم النفس واللي يفرق معاها العاطفه. المحرك الاساسي للنفس هي العاطفه. يعني ايه العاطفه؟ يعني اذا قلنا ان العقل الباطن
باني افكار ومعتقدات. ففي فايل مثلا، هكلمك بكل بساطة كأننا مع طفل. ايه اللي خلى الطفل عايز دلوقتي شوكولاتة؟ الطفل عايز دلوقتي شوكولاتة لانه في فايل موجود في العقل الباطن مكتوب فيه ان الشوكولاتة دي حلوة، طعمها حلو، بتعمل لك احساس مش عارف جميل، مش عارف ايه. ففي فايل عن الشيء اللي هو طالبه ده، عارف انه هيبسطه دلوقتي. فيجي الطفل يقول انا عايز دلوقتي شوكولاتة. فتيجي الام تقول لا انت اكلت شوكولاتة من شوية، لا انا عايز دلوقتي شوكولاتة، ويبدأ يعيط لانه عايز دون قيود. هي دي بالظبط ما تفعله النفس فيك. وعلشان تسهيلا، انت جميع اختيارات حياتك اللي بتناقشك فيه النفس وتقول لك رأيها او تقول لك اعمل كذا، صاحب فلان ده وما تصاحبش فلان ده، اتعامل مع ده وما تتعامل ده، ما بيحبكش، مع انه هو ممكن على فكرة يكون بني ادم، لكن انت نفسك دايما تحدثك بان ده لا بلاش ده، طب ده مش عارف ايه، طب انا عايزة دلوقتي كذا، طب انت المفروض تعمل كذا. واتفقنا الى انه احتياج النفس دايما بيكون احتياج عاطفي. يعني ايه عاطفي؟ يعني مبني على الحاجة الوقتية السريعة، الاستفادة السريعة. طيب انت دورك معاها ايه اللي انت بتعمله طول حياتك؟ انك انت بتوجهها زي الام مع الابن او الطفل الصغير، هي بتحبه وكل حاجة لكن بتوجهه. فانت بتوجهها، لا انا ما ينفعش اعمل كده لانه ده غلط. وبرضو عشان اسهل عليك تفهم اكتر ده، انه النفس ما يفرقش معاها المصير ايه، النفس ما يفرقش معاها الهدف ايه. فهتيجي تقول لي يعني معنى كده ان النفس بتطلب مني طلبات غلط؟ طب ما هو ده دور الشيطان مش دور نفسي. هقول لك في فرق كبير جدا بين الشيطان وبين نفسك، ولازم تحدده وتفهمه. الشيطان الامكانيات اللي ربنا مديها له على البشر محدودة جدا جدا جدا، وحددها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ان الشيطان ليس له اي سيطرة عليك الا في ان يضع في عقلك الفكرة وبس، ويمشي ومع السلامة. وليس له اي صلاحيات او امكانيات في انه يخليك تعمل اي شيء. يعني اي واحد يقول لك لا اصل انا يعني ده مش انا، ده الشيطان، ابدا. الشيطان لا يستطيع ان يوجه او يخلي بني ادم يرفع ايده من النقطة دي للنقطة دي الا باذن البني ادم. وعشان كده البروسيس او معالجة الامر بكل بساطة، الشيطان يجي يدي فكرة، يقول عايزين نعمل حاجة غلط، عايزين نشرب مخدرات، عايزين نعمل ذنب، عايزين مش عارف ايه، ايا كان الطلب اللي هو بيطلبه يقوله ويمشي. تيجي النفس تقوم واخدة الامر وتفكر فيه معاك، بقول لك ايه، ما تيجي نعمل الفعل ده. ومش هقول لك بقى في الافعال الغلط زي مثلا الصح والغلط او الشيء الحرام او الشيء اللي مش عارف، لا انا هقول لك في الافعال عموما. بتختار، بتختار شريكة حياتك، بتتجوز، بتختاري شريك حياتك، عايز تنقل من الشغل لشغل، اي فعل، اي انت نفسك دايما تطلب تقول لك او تتكلم معاك في الامر من ناحية عاطفية، من ناحية عاطفية، ما يخص استفادتها الوقتية تطلبه منك دلوقتي. وعشان كده النفس أمارة بالسوء، وعشان كده النفس دايما تطلب دون أي رقيب عليها. طيب إمكانية إن احنا نسيطر على ده ازاي؟ أنا هقولك على وسيلتين، يعني احنا النهاردة هنبدأ بيهم الحل، أو إنك أنت ازاي تسيطر على نفسك أو تسيطر على الحديث الداخلي ده. لأنه الحديث الداخلي حرفيا هو السبب في كل الاختيارات اللي انت اخترتها غلط في حياتك. الحديث الداخلي ده هو السبب في معظم الأزمات اللي انت وقعت فيها بمحض إرادتك وباختياراتك وبقرارك انت الخاص. انت دايما تقول طيب انا معرفش انا اخترت كده ازاي، ولكن اقدر اقولك بكل بساطة يعني انك في هذه اللحظة حكمت نفسك. ولانه النفس دايما عاطفية، طفل صغير يهمه دلوقتي وبس،
فتلاقي انه واحدة معجبة بواحد عايز تتجوزه، كل اللي حواليها بيقولوا لها الشخص ده ما ينفعش، لكن انا بحبه، دي النفس، بحبه، انا بحبه. طب انت شايفة ان هو، انت عارفة ان هو ما ينفعش، لكن في عاطفة سيئاني. وهنا المعيار، هقول لك اتنين معايير يخلوك تتحكم في الحديث الداخلي وتعرف ازاي في وقت الاختيار تختار صح. وعلى فكرة الحديث الداخلي ما بينك وما بين نفسك ربنا ذكره في القرآن، ذكره مخصوص في القرآن. انا عايزك تركز معايا، لانه المنطقة اللي جاية دي لو عرفت تساعدني وتفكر صح لحظة اتخاذ القرار، ان شاء الله كل قراراتك من هنا ورايح هتختارها بالطريقة المظبوطة اللي تخليك ما تندمش ابدا عليها في يوم من الايام. ناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام. ورجعنا تاني في رحلة سلام. احنا كنا بنتكلم عن النفس وعن لحظة الحديث الداخلي ما بينك وما بين نفسك، وانه الحديث الداخلي ده بتكون نفسك فيه بتديك في لحظة الاختيار، بتديك حلول تتصرف كده او تتصرف كده. مش بس بتديك حلول وتخيرك فيها، لا، دي بتأمرك بيها. والامر الداخلي ده مش كل الناس بتاخد بالها منه، او مش كل الناس بتاخد بالها من انه دي نفسي ولازم افوق ليها ولازم اخد بالي من انه ده مش طلبي الحقيقي، او مش هو ده الصح اللي المفروض اعمله. الا من رحم ربي طبعا، البني ادم اللي بيكون مدرك ان النفس لأمارة بالسوء. ولكن طول الوقت او في لحظة الاختيار الحديث الداخلي ده بيديك حل سريع ومبدئي للحدث. فلان ده زعلك زعله، فلان ده شتمك اشتمه، فلان ده لازم تمد ايدك عليه. حل سريع، حل عاطفي بحت، ما يهمهوش غير ان انت تاخد حقك دلوقتي. ارمي يمين الطلاق دلوقتي، عرفها مقامها وارمي يمين الطلاق. ايه ده؟ هو النفس ممكن تبقى طالبه حاجه تضرني قوي كده؟ ايوه. سيب الشغل لمديرك، قوم اشتمه وسيب الشغل وامشي. طب ما هو الراجل ما قاليش حاجه. لا، سيب الشغل، هو يستاهل، هو يستاهل تعمل فيه كده. وعلى هذا على هذا على هذا في مناطق كتير جدا. لحظه الاختيار دي هي لحظه حاسمه في حياتك. لو عرفت تفرق ما بين حديث النفس معاك، او هسميها وسوسه النفس ليك، وبين اختيارك الحقيقي، هتعرف توقف النفس عند حدها وتختار صح. الحديث ده لا يمكن ان حد يعرفه بأيا كانت وسائل اللي وصل ليها العلم الحديث. لا يمكن ان حد في هذا الكون يعرفه الا انت وواحد بس، هو الواحد الله عز وجل. هو اللي عارف الحديث ده فيه ايه، هو اللي عارف الكلمتين اللي بيتقالوا لحظة الاختيار هم ايه. وربنا قال كده في كتابه، ربنا ذكر هذا الامر خصوصا. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ربنا اللي خلقك ونعلم ما توسوس به نفسه. الله عز وجل عارف الحديث اللي بيحصل لحظة الاختيار. ركز بقى، ركز جدا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيه ده؟ طب هو إيه دخل إنه ربنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ إحنا عارفين إنه لا يمكن على وجه الأرض إنه حد يعرف حديثك الداخلي أو اللي بيحصل ما بينك وما بين نفسك لحظة ما بتأمرك بسوء، أو لحظة ما بتقولك اعمل كذا، أو لحظة ما بتقولك اختار الاختيار ده سريعا في وسط أزمة، أو في وسط مشكلة، أو في وسط خناقة ما بينك وما بين زوجتك، أو في وسط اختيار، أو في وسط ما حد بيقولك كلمة تضايقك، أو في وسط موضوع هيغير لك مجرى حياتك كلها.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وأمر آخر أنا معرفش، لما جيت أقرأ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طب إيه دخل حبل إنه ربنا يقولك إنه في هذه اللحظة أقرب ليك من حبل الوريد؟ وإيه دخلها بوسوسة النفس؟ وهو ده أول هدف من الجلسة اللي احنا فيها دي، إنك تعرف إنه لما ربنا قال كده، ربنا يعلم إن في هذه اللحظة أنت بتستمع لنفسك، ولكن ربنا عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في لحظة وسوسة النفس، علشان يعرفك إنك إذا استعنت بيه في هذه اللحظة غلبت نفسك واخترت الاختيار اللي ربنا عايزه ليك. فإذا في اللحظة دي قدرت إنك تختار، أو قدرت إنك، ربنا بيقول لك إنه في لحظة وسوسة النفس نحن أقرب إليه، ده أقرب لحظة ربنا بيكون ليك فيها، علشان لو استعنت بيه في هذه اللحظة من جوه قلبك، من جوه قلبك، يا رب أنا مش عايز طلب نفسي، يا رب في هذه اللحظة اديني الاختيار الصح أيا كان، سواء كان متوافق مع ما تحتاجه نفسي أو لا يتوافق، يا رب وفقني للاختيار المظبوط في هذه اللحظة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هدلك وهبقى معاك وهديك الاختيار الصح لحظة ما توسوس ليك نفسك. وعشان كده اسمع الآية دي، وفي أي أزمة بتمر بيها قول الكلمة دي، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا أقرب ليك من حبل وريدك اللي جوه جسمك، علشان لحظة الاختيار اللي لا يستمع ليها إلا الله عز وجل، إنك تقول لأ، قبل ما أنا هختار أنا هخلي ربنا يختار لي. وهي دي الحكمة في الاستخارة، فكرة الاستخارة. لكن احنا اتفقنا من الحلقة اللي فاتت انه قلت يا جماعة في فرق بين اني اقول الكلمة انا بستخير او انا بستعين بربنا، واني احس استعانة ربنا، واني اقول يا رب دلوقتي انا مش عارف اختار، يا رب دلوقتي نفسي بتقول لي اعمل كذا، لكن انا عارف يا رب ان نفسي طلباتها لنفسها الله اعلم، ممكن يكون صح يا سيدي. مش هقولك انك تكون عارف انها بتطلب منك شيء غلط، ولكن هتكون عارف في اللحظة دي انه ده طلب نفسك. في اللحظة دي اذا استعنت من جوه قلبك بربنا، ومعيار الاستعانة هو انك بتقول يا رب في هذه اللحظة اديني الدليل، يا رب اديني الهداية، يا رب اديني الطريق اللي ما ندمش بعد كده اني اخترته. ويا رب ان كنت اقرب الي من حبل الوريد، انا بشهدك يا رب، انا اشهدك على انه اختيارك ليه يا رب ان وافق ما تحتاجه نفسي كان بها، وان لم يوافق فانا تحت رغبتك وتحت امرك انت يا رب، لست تحت امر نفسي. وده يكون صريح جدا. انت عارف احنا في دعاء الاستخارة لما بنعمل استخارة بنقول ايه؟ اللهم ان كنت تعلم بعلمك الازلي ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومحياي ومعاشي واخرتي فقدمني له وقدمني ليه. وان كنت تعلم بعلمك الازلي ان هذا الامر، وسمي الامر بتاعك او تسمية الامر بتاعك، شر لي في ديني، أول حاجة أول أمر، ودنياي ومحياي ومعاشي وآخرتي، فاصرفه عني واصرف قلبي عنه. وده الملمح الدقيق جدا جدا اللي لازم تاخد بالك منه، إلى إنه زي ما هيصرفه عنك يصرف قلبك عنه. لأن إذا صرف قلبك عن الشيء أنت نفسك هتقول يا رب أنا مش عايزه، ولأنك عارف أنه في اللحظة دي هو أقرب ليك من حبل الوريد، فهو يستطيع تحويل وتقليب قلبك في هذه اللحظة. وعشان كده اللي من جوه قلبه بيستخير، سواء كان بصلاة أو استخارة داخلية دون الصلاة، الحدث ده ممكن يحصل في ظرف لحظة جوه نفسك، لحظة وقفة قبل ما تاخد القرار جوه نفسك. يا رب أنا انتبهت ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يا رب في هذه اللحظة دلني. وده المعيار الأول اللي ممكن يساعدك كتير جدا على إنك
في لحظة الاختيار ما تكونش محكم نفسك قوي، او ما تكونش محكم رأيك قوي في امر ما، وبتقول يا رب انا في هذه الدنيا عندي مجموعة اختيارات حطتها لي يا رب لتبتليني وتمتحني فيهم، ولكن في كل الامور هستعين بيك يا رب. هستعين بيك يا رب، هستعين بيك في الصغيرة قبل الكبيرة، هستعين بيك تدلني اذا كنت مش عارف واذا كنت عارف، لانه انا لو قلبي متوجه لشيء فانا مش عارف ممكن يكون التوجه ده صح ولا غلط. وده المعيار الاول اللي لازم يكون جوه قلبك وانت بتختار كل الاختيارات المتاحة في يومك، من اصغر اختيار لاكبر اختيار. ده تدريب اذا عملته ممكن نستخدمه في الاختيارات البسيطة جدا. انت في يومك من اول ما بتصحى الصبح وبتنزل بتلاقي امور كتيرة تختارها في يومك، وانت رايح الشغل، وانت في الشغل جالك تليفون بتختار، في شغلك انت في شغلك على سبيل المثال انت بتقوم بالشغل، ممكن تقوم بيه بطريقتين: طريقة تمشي الحال، وطريقة كما يجب. انت بتعمل شيء ايا كان، تعمل الشيء بالطريقة دي او تعمل الشيء بالطريقة دي. تدريبك لنفسك في الاختيارات عموما بيخليك بعد فترة تقدر انك انت تبقى بداهة بسهولة جدا، اول ما الامر يجي عليك تقدر تعرف انت اختياراتك دي ناتجة من نفسك اللي ممكن تكون غلطانة، او ناتجة من الاختيار الصح اللي انت عمرك ما هترجع تندم عليه في يوم من الايام. هناخد فاصل سريع ونرجع تاني وهنستقبل التليفونات ان شاء الله. فاصل ونرجع. رجعنا تاني في رحلة سلام. انا عارف انه الكلام النهاردة كان تقيل شوية، لكن الحقيقة انه زي ما انا قلت في اول الحلقة انه لو قدرت تحط تركيزك بالكامل في الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول، بإذن الله انه ده يأثر او يغير طريقة تفكيرك. انا عارف انه الفواصل كتير يعني بيتبعت لي رسائل انه الفواصل كتير، ولكن احنا قدر الامكان بنحاول ان احنا نقلل ده علشان، لكن برضو ما اقدرش ان انا ابقى الكلام على طول كده ورا بعضه علشان تبقى الدنيا هادية، ما تبقاش انت حاسس انه الموضوع يعني ضاغط عليك. هنبدأ ناخد تليفونات، ولكن برضو انا لسه ما كملتش الموضوع، لكن هنفك بتليفونات، مع اني انا عارف ان التليفونات يعني ايه، بخاف انها بتوديني، انتوا عارفين ان الموضوع بيبقى يعني بيروح كل تليفون في موضوع وحلقة جديدة يعني. لكن ناخد تليفونات. معانا تليفون؟ ماشي. لحد لما ناخد التليفون، احنا كلامنا في الحلقة دي عن العقل الباطن وتأثيره على النفس، وعشان كده يعني نقدر ناخد تليفون. خلاص ناخد تليفون وبعدين نرجع نكمل. ايوه، ازيك يا دكتور عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اول حاجه انا بشكر والدتك بصراحه انها انجبت اكتر شخصيه محترمه بصراحه، انا بعزها جدا. ربنا يخليكي، كتر خيرك. تسلم، الله يخليك الله يخليك. يعني المفروض بصراحه تاخد جايزه الام المثاليه. ربنا يحفظك. والله كل سنه يعني الاحترام ليها والتقدير ليها، يا رب سلم عليها يا ريت. ربنا يخليكي. تسلمي. تسلم. تاني حاجه الف مبروك البرنامج الجميل ده. يا رب يخليكي يعني. يا رب ربنا يكرمك ان شاء الله كده وتفتح قناه جديده يا رب. الحمد لله. في التلفزيون ان شاء الله. يا رب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا معاكي، اتفضلي. عندك بالنسبه بقى للعقل الباطن بقى، ده طبعا حكايه بصراحه، موضوع كبير جدا يعني. انا عارف طبعا ان هو ما اقدرش الخصه. انا عايز اقولك انه تلخيص الموضوع ان احنا نتكلم فيه بطريقه بسيطه توصل للمستمع، وبطريقه بسيطه تقدر الخصها في الوقت الضيق ده. انا بحاول قدر الامكان اني ابسط علشان موضوع كبير ولا يتاخد في حلقه ولا 2 ولا 3، لكن قدر المستطاع ربنا يقوي انه الواحد يقدر انه الفكره توصل، لانه اذا الفكره وصلت احنا هنبقى دوسنا على اول الخط. وبعدين انا بشتغل بانهي نظام، انه انا بقول لك بدايه الخط فانت تمسك الخط،
اول ما تمسك الخط انت لوحدك هتمشي، انت لوحدك هتفهم، انت لوحدك هتعرف الطريق رايح فين. بالظبط. يعني لما اديك لمبه في اخر الطريق، انت اه. مش محتاج ان انا اخدك من ايدك وامشيك لاخر الطريق، انت خلاص شفت اه، نقطه خط النور. الضوء. الضوء بالظبط. منور. فبتمشي اتجاه اه. الضوء بس، وهو اه. ده الهدف يعني. بالظبط كده. بالظبط. ميرسي جدا، كتر خيرك وشرفتينا وان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك يا رب، ميرسي اشكرك. لحضرتك. ميرسي يا الله فندم. يخليك. مع الف سلامه. ربنا يخليكي، مع السلامه. انا النهارده يعني عارف انه الحلقه حاولت قدر الامكان وبحاول انها ابسطها، و... وان شاء الله انا عارف انه اللي بيسمعني سواء كان عارفني او لسه بيعرفني او لسه بيسمعني لاول مره، ان شاء الله انا عارف انه هيقدر يفهم ده او هيقدر يمسك بدايه الخيط. انا قلت معيار اولاني في انك تختار صح وقت ما النفس بتقولك تعمل ايه. هقول معيار علمي بقى، يعني انا قلت معيار الله عز وجل حط لك معيار انت ما كنتش دريان او واخد بالك منه، ان ربنا لحظة الاختيار بيكون اقرب ليك من نفسك. ليه؟ علشان يدلك اذا قلت يا رب اديني المعونة، اذا قلت يا رب انا بستعين بيك استعانة حقيقية مش استعانة خارجية. المعيار التاني هو امر لو عرفت تعمله صح اوعدك انه اختياراتك في الحياة هتختلف من اللحظة او من الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دي لباقي حياتك، وهتفتكرني ان شاء الله. الاختيار بيكون ما بين امرين ركز فيهم قوي: العاطفة والحكمة. وفي ناس بتطلق على الامرين دول القلب والعقل، انا قلبي عايز ده وعقلي عايز ده. انا مش مؤمن بالموضوع ده، لانه كل ما في حياتك ينتج من قلبك، سواء كانت الحكمة او العاطفة. ولكن في ناس بتستسهل وتقول لك القلب والعقل، وانا ما عنديش مشكلة في الاستسهال، لكن احنا اذا كنا بنتكلم في الحقيقي، احنا العقل يا جماعة لا يأخذ قرارات للإنسان، القلب هو صاحب كل شيء، القلب هو صاحب كل شيء. ودي حلقة لوحدها عشان بس ما نقعدش يعني ندخل في المنطقة دي او الموضوع ده، لان ده موضوع كبير قوي. لكن اللي انا هحدده في الحلقة دي هو انه الاختيارات دايما بتجتمع على امرين: امر العاطفة وامر الحكمة. طب ايه الفرق بين العاطفة والحكمة؟ النفس دايما عايزة الامر اللي يخص العاطفة، او المحرك الاساسي ليها العاطفة. طيب ممكن تسهل الامر شوية؟ يعني ايه العاطفة والحكمة؟ هقول لك اي اختيار في حياتك ليه زاوية عاطفية وليه زاوية بالحكمة. بتنقل من شغل لشغل، بتختار اللون اللي بتحبه، بتختار اختياراتك على فكرة سواء كانت كبيرة او صغيرة. بتختار شريك حياتك، شوف هو اختيار كبير هقول لك كمثال اختيارك لشريك حياتك، بتتجوز او بتتجوزي. العاطفة ممكن تقول انا بحب الانسان ده، انما الحكمة تقول لا، الانسان ده ما ينفعنيش. لما تيجي تبص على العاطفة، وعلى فكرة العاطفة مش معناها ان انا بحبه بس، لا، العاطفة ممكن انا مش عايزاه لان انا مش قابلاه على فكرة يعني. والحكمة تقول لك لا، الراجل ده كويس والراجل ده ليه لا ما اتجوزوش ليه. دايما النفس بتشاور على العاطفة، ما تشاورش على الحكمة. قليل قوي، يعني ناس قليلين قوي اللي واصلين الى النفس المطمئنة اللي هنتكلم فيها قدام، هم الناس اللي وصلوا للتصالح مع النفس. والتصالح مع النفس دي برضو هنعملها في حلقة لوحدها ان شاء الله. ولكن معظمنا الا من رحم ربي بيختار نفسه تطلب الامر العاطفي، والحكمة ما تجيش من نفسه ابدا. لكن لو قعدت ما بين الاختيارين كده تقدر تفرق. ايه التفرقة؟ حط فلتر جديد من هنا ورايح. زي بالظبط لو احنا اتفقنا ان احنا معانا الطفل اللي هو هنسمي نفسك هي الطفل، الام واخدة الطفل للسوبر ماركت، قالت له خلي بالك انا هجيب لك حاجة واحدة بس، اختار حاجة واحدة بس. دخل الطفل السوبر ماركت،
شاف المصاصه عجبته المصاصه، شاف البونبوني عجبه البونبوني، شايف اللي مش عارف الشوكولاته عجبه عايز احساسه ان عاطفته راحت، عاطفته متجهه ناحيه اي حاجه، ملوش علاقه بقى، ما بيفكرش باي شيء. فتيجي الام تقول له مش قلت لك ان انا هجيب لك واحده بس؟ لا انا عايز من ده، لا انا عايز من ده. وفي الطلب اللي هو طالبه لا يعتبر لاي حكمه. فتيجي الام تقول له طب انا مش معايا فلوس غير ان انا اجيب لك الحاجه دي بس. هو ملوش دعوه، هو انا عايز الامر ده. وكمان من مواصفات طلبات النفس لانها عاطفيه انها هدفها المنفعه القريبه دلوقتي. فيجي مثلا كمثال برضو لتسهيل الامر، واحد المدمن اللي بيشرب حاجه مخدرات، هو عارف ان المخدرات هتضره وعارف انها اخرتها سودة. هو عارف، هو مش يعني مفيش حد مش عارف، لكنه نفسه بتقول له انا هتبسط دلوقتي، انا عايز دلوقتي اتبسط. فتيجي الحكمة تقول له ايوه بس انت طريقك هيبوظ، مستقبلك هيروح. لكن النفس يا عم ماليش دعوه، انا عايز اتبسط دلوقتي، ابسطني النهارده، ماليش دعوه. هو ده طلبات النفس. فاينما وجدت ان الطلب اللي نفسك بتطلبه يهدف الى مصلحتك دلوقتي، اعرف انه مش ده الصح. العاطفه هي اللي بتسوقك، اعرف انه مش ده الصح في معظم الاحوال. معظم الاحوال طلب النفس العاطفي مش صح. لان لو حققناه على المثال اللي احنا اتكلمنا فيه، ان واحده بتتجوز او بتختار الشخص اللي هتتجوزه وقالت حديث مع نفسها داخلي انا بحب ده، انا عايزاه، هتيجي تبص على الحكمه هتلاقي الحكمه ليها راي تاني. الحكمه هتلاقيها بتقول الراجل ده ينفع لاسباب 1 2 3، هو راجل محترم، هو راجل هيصوني، هو راجل بيعمل كذا بيعمل كذا. دلائل. الحكمه دايما عندها دلائل، الحكمه دايما مستنده الى اوراق. لكن العاطفه دايما سريعه، العاطفه دايما ما بتفكرش. العاطفه دايما مواصفات العاطفه سريعه جدا، ما بتفكرش، تهدف للمصلحه القريبه. اما الحكمه فالحكمه موضوع تاني خالص. تحدث امتى الحكمه؟ لما تقول فرمل العاطفه وتقول دلوقتي في هذه اللحظه انا مايل للامر ده، لكن شيل العاطفه وتعالى نبص على الامر من زاويه اخرى، اغير منظوري الفكري. معلش هناخد فاصل تاني ونرجع على طول ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي ونكمل موضوعنا. وهنفتح التليفونات. قبل ما اقفل اقول التليفونات تاني علشان اللي مش عارفها: 38 35 316، رقم التليفون 38 35 316، ومستني تليفوناتكم. اتمنى انه المقتطفات اللي اتكلمنا فيها عن النفس وتأثير العقل الباطن على النفس تكون استوعبتها، وتكون بدأت تفهم الاختيار من جواك بيحصل ايه، وتقدر ان انت في لحظة الاختيار ايا كان اللحظة دي وايا كان الموضوع كبير او صغير، تقدر تفهم ايه اللي بيحصل في اللحظة دي من حديث داخلي ووسوسة داخلية، وتقدر تاخد القرار المظبوط. معانا اتصال. الو. ايوه، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الف مبروك على البرنامج ده اولا. ربنا يخليكي، كتر خيرك، ربنا يبارك فيكي، اشكرك. ثانيا هو موضوعي ممكن يكون ليه علاقة بالحلقة او موضوع الحلقة. ايوه. ان النفس يعني دايما بتفكرني بحاجات بتوقفني، يعني ما بتخلينيش اعرف استمر في الحياة. زي ذكريات أليمة مثلا، قسوة الأهل وخصوصا الأم. مجرد أصلا لما بفتكر الموضوع أنا ببقى. انتي عارفة ايه اللي بيحصل أول ما تفتكري الموضوع وتقوليه؟ انتي لو انتي سامعة الحلقة من أولها، انتي هنتخيل ان عندك أوضة في البيت بتاعك فيها ملفات، انتي بتنادي على السكرتير تقولي له روح هات لي ملف من الأوضة دي. هو ده بالظبط اللي بيحصل. طيب الملف ده ملف مضايقك، فاول ما السكرتير بيروح يجيبه وتشوفي الملف في ايده بتتضايقي.
طب تعالى نفتح الملف تتضايق اكتر. طيب انا يعني مش عايز اقطعك، لكن يعني كملي عشان هو مش طبعا باختصار، استحالة هقول تفاصيل، بس القسوة مش القسوة اللي هي عدم الخروج وعدم، لأن الحمد لله الواحد ملتزم من هو صغير يعني. أيوة. الحمد لله بفضل الله. لا هو مش مسألة اللي هي القسوة المعتادة اللي بتيجي في الأفلام والمسلسلات، لا يعني كنت يعني ما افتكرش ان امي حضنتني، ان امي طبطبت عليا مثلا وانا صغيرة. القسوة كانت مش مبررة لاني ما كانتش مع اخواتي الصبيان، فده كمان كان عامل لي صدمة لان انا كنت الكبيرة، فكنت قادرة اميز ان هي مش طبع، لان لو كان طبع كان هيبقى لينا كلنا. فده عمل لي شبه عقدة او تقريبا عقدة، انا مش عارفة لاني ما رحتش لمتخصص. طيب خليني ارد عليكي واحدة انا واحدة. اسفة، انا ابدا على فكرة ابدا، انا ام وزوجة يعني، انا دلوقتي ام وزوجة، بس تخيل حضرتك الموضوع مؤثر عليا. طيب خليني اقول لك توصيف سريع او بسيط للامر، وبعد كده لازم نعمل له حلقة. انا كنت عملت حلقة سابقة عن الموضوع ده، عن عقوق الابناء، سليم، ولكن انا هقول لك نبذة بسيطة. شوفي انا هقول لك على حاجة. كل واحد فينا في هذه الدنيا داخل لجنة امتحان. لجنة الامتحان دي زي لجنة امتحان بتاعت ثانوية عامة او لجنة امتحان بتاعت الجامعة. الاختلاف الوحيد ما بين اللجنة دي واللجنة دي هو انه اللجنة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها دي كل ورقة اسئلة مختصة باسئلتها. تاني، كل ورقة اسئلة مختصة باسئلتها. فورقة الاسئلة بتاعتك مش زي ورقة الاسئلة بتاعت زميلتك اللي جنبك، مش زي ورقة الاسئلة بتاعت زميلك اللي قاعد قدامك. ورقة اسئلتك منفردة ليكي، فيها اسئلة اجباري وفيها اسئلة اختياري. ورقة اسئلتك اللي انت هتتسألي فيها اسئلة سهلة وفيها اسئلة صعبة. انت جالك سؤال صعب ناحية امك. يعني ايه سؤال صعب؟ يعني هي امك عايشة موجودة؟ الحمد لله. تمام، ربنا يخليها. انت جالك سؤال صعب في ناحية امك. في واحد تاني بيجيله سؤال صعب ناحية ابنه، ربنا يجعل له ابنه في علة، معاق او في مشكلة او مش مريحه. ربنا يبعت لواحد تاني سؤال صعب فيه رزقه يضيق عليه. ربنا يجعل لواحد تاني سؤال صعب فيه زوجته. في دايما سؤال صعب في حياتك. السؤال ده ربنا بيمتحنك فيه، هل هتقدري تنفذي حكم او امر ربنا مع صعوبة الانسان اللي بتمتحني فيه ولا لا؟ امتحانك السؤال اللي يخص بر والديكي فيه امتحان صعب. ان احنا نعالج ما حدث من الطفولة ده ممكن اتكلم معاكي فيه وهنفتح فيه، لكن اللي يهمني النهاردة انه انت كبرتي وعرفتي انك تأثرتي. لكن انا عايزك تعرفي انه اللي حضرتك مسؤولة عنه النهاردة اولا انك تغفري اللي فات او تعدي اللي فات وتبدأي تعملي تمرينات الى انك تنسي اللي عملته فيكي. ليه؟ لانه لو اتفقنا ان احنا في لجنة امتحان، فانا احب اقولك انه ربنا بيبتلي بعض الناس بأب وأم جحدين، بأب وأم أسوأ من السوء. أنا ولا أستحي إني أقول كده لأني بشوف قدامي، أنا عندي يعني آلاف الحالات. أب وأم أو أب أو أم أو أب وأم مع بعض لا يستحقوا إن هم يكونوا أب وأم. من الممكن إنه يحدث لأنهم بني آدمين بشر، ولكن حتى في أسوأ الحالات السؤال إجابته في هذا الامتحان برك لأمك طول ما هي عايشة. فأنتي متضايقة، المضايقة دي احنا ممكن بصي أقولك أقعد أحلها لك حلقة كاملة، أقولك تتصرفي إزاي في نفسك، ولكن هذا السؤال يجب إنك تنجحي فيه. النجاح في السؤال، احنا خلي بالك احنا عايزين من دنيتنا إيه؟ انتي عندك اولاد بتتمني ربنا يكرمك فيهم، عندك حياة بتتمني ربنا يخليكي
تصلحي في اختياراتك وتحسني فيها علشان تقابلي ربنا وتروحي تنتقلي الى المكان اللي احنا كلنا منتظرينه. فهدفك ايه من هذه الدنيا الا انك تحسني علشان لما تروحي تقفي قدام ربنا، يا رب امتحانك انا جاوبته، الاسئله بتاعتك يا رب انا عارف انها كانت صعبه وشديده لكني حلتها على قدر ما استطيع. فعشان كده اللي هطلبه منك انك اولا تحاولي انك تنسي كل اللي فات وما تقعديش ترجعي الملف كل شويه. خلاص امر ربنا. وخلي بالك اذا تصميم يا دكتور من الطرف الثاني بكميه عناد، لما حتى بتكلم خلاص بقيت فببتدي اتكلم معاها ان في حاجات غلط بتعامليني بيها، طبعا بالاسلوب يكاد يكون بكلم طفله. عشان شوفي انا هقول لك على حاجه، امكانيه ما انا موافق، انا موافق. بصي كانك بتشرحي لي شيء شايفه قدام عينيا، انا عارفه. لا انا ما عملتش حاجه. لا انا فاهم انت ما بتفهميش حاجه. انا خلاص بقيت فانا الحمد لله ان انا ما خدتش الطبع ده. انا كنت خايفه جدا على بناتي جدا. لا مش على فكره، مش شرط انك تاخدي الطبع وفاقد الشيء لا يعطيه والكلام ده ابدا، مش هنا. ايوه بالظبط. لكن هقول لك اللي اقدر اسهل لك عليه مأموريتك، لن تستطيعي تصليح او تحسين معامله امك معاكي. ده صعب قوي، ممكن ولكنه صعب جدا. ليه؟ لانه هي راكب عندها دلوقتي فايل في التعامل معاكي في فايل كده محطوط في سيديهايه محطوطه في التعامل معاكي. اول ما انت بتيجي بتركب السيديهايه دي وتتعامل معاكي بناء عليها. احنا مش هنصلحها لكن احنا نقدر نغير التأثير اللي بيحصل منها، وده المطلوب منك دلوقتي. مش مطلوب منك انك تغيري معاملتها معاكي، لكن المطلوب منك تغيري تأثيرها عليكي. لان ان كان احنا مطلوب مننا ايا كان طبيعة الاب والام سواء كانوا كويسين او غير كويسين ان احنا نبرهم، ده سؤال رسمي جاي لكل واحد في امتحانه. فان كان الاب والام طيبين اصبح السؤال سهل ويا سلام محب من على قلبي ان انا اخلصه. وان كان الاب والام غير طيبين اصبح السؤال صعب ولكنه يجب انك تحليه. واذا اجتزتي هذا السؤال انت اللي بتكلميني، يحسن الله لك جميع مناطق حياتك ويجعل لك الراحة، مش بس بقى في عيالك، في اماكن كتير لا يمكن لك ان تتخيليها. بس عشان يا رب، علشان انت امرتني وان جاهداك، يعني ولو حاربوك، لو الاب والام بس مش بيتخانقوا معاكي، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني حتى في حالة اذا كانوا البني ان هم بيحاربوك علشان ما تعبدش ربنا، صاحبهم في الدنيا معروفا. يا رب علشان خاطرك انا هصاحبها بالمعروف. ولكن المطلوب منك دلوقتي انك تتحكمي، ودي برضو هعملها ان شاء الله في حلقة كاملة، تتحكمي في مدى تأثير كلمتها عليكي. تشيلي الفلتر وتركبي فلتر جديد. تتكلم مهما تتكلم، انت وحشة يا ماما معلش، انت عملتي حبيبتي معلش ما تزعليش مني، والله تصدقي ان انا لقيت ان كلامك صح، انا فعلا يعني عايز اتعلم منك، ما تعلميني، غيري. لازم اتعالج عشان اعرف اعمل لا مش معالجه ولكن انت برضو عندك فايل في العقل الباطن، خلي بالك بتستدعيه كل ما تتعاملي مع امك. وعلى فكره ممكن تكوني مش واخده بالك ان الفايل اللي انت عماله بتناديه ده بيستفزها، فبتطلع هي كمان السيديهايه وتركبها لك على طول. يا جماعه هو الموضوع رايح جاي. غيري اسلوب معاملتك وتفرجي. مش هقولك علشان هي تتحسن، ولكن هقولك علشان مدى السوء يقل شويه. فاحنا لا يا ماما عندك حق، لا يا ماما انتي صح. وصاحب كل ما تقربي منها، وصاحبهما، قولي لنفسك كده، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا رب علشانك انت يا رب. وانت داخله اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم، لا في امي ولا في ابويا، ولا انا لو امي ما كانتش امي خلاص، لكن يا رب اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم. تلاقي نفسك هديتي وتعاملتي بالراحه، وانت بتتعاملي معاها مفيش بقى نديه ولا حاجه، لا اللي انت عايزاه. عندك حق والله تصدقي انا يعني انا كنت فاهم ان انا صح، بس ما تعلميني انت يعني بتفهمي الموضوع ازاي، ما تفهميني انت كده واحده واحده هتلاقيها بدات تهدى شويه نسبيا. ولو ما هديتش خالص
فيا رب يقويكي على الامتحان وعلى السؤال الصعب في امتحان حياتك. شكرا، كتر خيرك، اشكرك. هنطلع، ربنا يخليك يا رب، كتر خيرك. هنطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا تاني في رحلة سلام ومعانا اتصال. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. محمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يا رب تكون في احسن حال يا رب. كتر خيرك، ربنا يخليكي. صراحة انا مع حضرتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بارك لك على البرنامج الجديد، الف مبروك. ربنا يخليكي، كتر يا خيرك. رب دايما من نجاح لنجاح. ميرسي يا فندم، تسلمي. حابة اوجه لك التحية، وحقيقي الف تحية واجبة للام والاب اللي ربوا وعلموا. ربنا يخليكي. قربوا للمجتمع حد زيك قدوة ومثل اعلى يا فندم. لا، ربنا يا رب يحفظك يا رب، ربنا يحفظك وكتر الف خيرك. ينفع بيك وبعلمك. ربنا يخليك يا رب، كتر الف خيرك، كتر خيرك. ميرسي جدا جدا يعني. لحقيقي كلامك الهادف، انا من متابعينك ومن مكاني انا استاذة جامعة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. متابعة حضرتك على طول ولمسة قد ايه الشباب انت مؤثر فيهم بشكل يا قوي. رب يا رب يا رب. احنا شبابنا محتاج اولا القدوة دي، ومحتاج حد يحاوره ويسمعه ويسلمه الكلام الهادف اللي بيمس القلب وبيحسن العلاقات بين الناس. فيعني ربنا يبارك لك على الموضوعات والبرامج اللي انت بتعملها، اللي احنا فعلا مفتقدينها في مجتمعنا. الحمد لله. بصي، هو انا اتمنى انه ربنا يديني يعني. شوفي، انا في يوم من الايام حلمت، كنت بحلم او كنت بحلم وانا قاعد وانا صاحي، يعني انه يا رب انه يجعل لي نصيب اني اثر في بني ادم. لا ان شاء الله ربنا يستجيب لدعوتك. فاتمنى انه ربنا يستجيب او يكون استجاب لدعائي انه اثر في اكتر من بني ادم، فاهمه؟ وكمان مش بس اثر، لا ده انا اللي انا اثر فيه ياثر في اللي حواليه، يعني انت فاهمه؟ اكيد لانه الاثر يعني موضوع غالي قوي ان احنا ناثر. حقيقي يعني وبعدين عارفه ده بسبب ايه؟ بسبب انه ربنا قال كلمه انا متمسك بيها لغايه لما اقابله، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صح. يعني ربنا يوفقك ويقويك. ربنا يخليك. حقيقي اللي في ايديه الكلمه ومؤثر بالشكل ده بيبقى عليه مسؤوليه كبيره قوي، كبيره جدا. لو انت ما قلتهاش فانت يعني انت في لحظه انا بقف قدام نفسي بقول ايه ده، وانت فاهم ان انت عندك حاجه؟ لا، ده يستبدلك في لحظه. فانت اما انك تستخدم او تستبدل. اوعى تفتكر انها يعني حكر عليك، ده انت تروح في لحظه ويجي 1000 غيرك. لكن ان احنا بنبقى عندنا حاجه اسمها زكاه العلم، ان احنا لازم كل حاجه انت علمتها دي بتبقى حاجه واجبه ان احنا نأثر في اللي حوالينا ونأثر تأثير ايجابي. يعني ده بيبقى واجب، مش حاجه اختياريه. حقيقي طبعا. دي الكلمه وبيبقى في موقع مؤثر كمعلم او مدرس او محاور او ناقد، او يعني يا رب يكتر من امثالك بجد. يا رب يا رب، ربنا يخليكي، كتر خيرك، كتر خيرك. ان في نماذج كويسه، لان انا شخصيا ساعات كتير جدا الواحد بيمر بلحظات احباط طبعا، بس لما بيسمع كلمه وتجيله كده كرساله من عند ربنا ان هو يفتح برنامج ويسمع كلامك الموزون اللي بيحمل كثير من الحكمه والخبره. يعني اكيد كل اللي انت بتقوله ده اكيد انت مريت بيه وجربته، فعشان كده بيوصل الحمد لله يا رب بمنتهى الصدق وبيوصل بسرعه. الحمد لله، ربنا يخليكي، كتر خيرك. ربنا يحفظك يا رب ويزيدك من العلم والفضل ويجعلك دايما كده مؤثر تأثير إيجابي على كل اللي حواليك. كتر خيرك، ميرسي جدا. لفريق العمل. لا ده في فريق كبير جدا، ده انا عايز امسك لستة واقعد اشكرهم واحد واحد. ده هم حقيقي يستاهلوا الشكر. ربنا يخليكي، كتر خيرك. العمل دايما بيبقى ورا الكواليس ناس حقيقي بيحبوك. الحمد لله يا رب. بيهم. الحمد لله. يا بختنا احنا بيك. كتر خيرك، كتر خيرك، كتر خيرك.
تحياتي لحضرتك. ميرسي يا فندم، كتر الف خيرك، اشكرك. ربنا يحفظك يا رب. ميرسي يا فندم، تسلمي. ومزيد يا رب، ربنا يا رب يا رب. يوفقك. هستأذنك لما تفتكريني تدعي لي، يعني هستأذنك يعني. على طول. بس يعني اذا افتكرتيني تدعي لي. ربنا يوفقك ربنا يا رب. كتر خيرك، كتر خيرك، ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا ميرسي يا لحضرتك. فندم، ميرسي يا فندم، اشكرك. بما انه فاضل وقت قليل على ولا كلمه ولا حرف، دقيقه واحده. طيب ما هقول ايه، يعني هقول في دقيقه واحده انه لو ركزت هتلاقي ان الدنيا مش مستاهله حاجه ولا حاجه. النفس اللي بيخرج وبيدخل انت مش عارف بعده فيه ايه. فكل اللي انا بطلبه وبتمناه انك تحسن الاختيار في اللي في ايدك في اللحظه دي، لكن اللي جاي بكره مالكش دعوه بيه. مش هطول اكتر من كده. شكرا، وانا اتبسطت جدا بوجودي معاكم، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي يوم الجمعه والسبت من 9 ل 11 هكون معاكم في رحله سلام. سلام عليكم.